ارجوك ما تموتنيش. مش بقامك. عايز نعمل ايه وانا اعمله؟ ارجوك ما تموتنيش. لا لا. يخرب بيتك، بالراحه شويه، انت بترش جنينه. انا دكتور التشريح وعارفه انا بعمل ايه. يلا. فين الراس، فين الراس. اعمل ايه؟ طلع الباب من جواه. من هنا؟ ايوه. انت ايه ده؟ انت حاطه ايه مكان الدم؟ شربات فراوله. شربات فراوله؟ هو احنا في كاتب كتاب؟ ارمي القلب. خش على المرحله الثانيه من الخطه. لا بقى، ده كتير قوي ده. انت مين من فضلك؟ انت واقف هنا من امتى؟ انت مين؟ انا مبهور. مبهور؟ انا اعرف مذكور مندور، لكن مبهور دي جديده عليا. انت لازم تقول. ارجوك اسمعني بس. انا لازم اقتلك قبل ما ابلغ عن البوليس. ابلغ البوليس ايه بس؟ في حد في الدنيا بيبلغ عن استاذه؟ استاذك؟ انا تلميذك نجيب، واخوك الصغير دكتور نظم السلاح دار. ايدك يا ابو سام. وتبوس ايدي ليه؟ ايه اللي ليه ده؟ هي ايدك بترعش كده ليه؟ ما هي لازم تترعش. هو انا كنت بعمل مكرونه؟ انا كنت بلحر واحده. عندك حق. ممكن بقى اتشرف بمعرفتك؟ انا اسمي احمد. احمد نوتردام. احمد نوتردام؟ نوتردام ده اسمك؟ امال يعني هيكون عنواني؟ نوتردام ده لقبي. امال اسم الولد الكريم؟ انا ماليش اب وماليش ام. انا اتولدت لقيت نفسي في ملجأ، وكل سنه كنت بكبر فيها. الحمل اللي على ظهري ده كان بيكبر معايا لحد ما لقبوني باحمد نوتردام. انت ما عندكش فكره قد ايه انا بعشق احدب نوتردام؟ مش زيي، انا متيم باحدب نوتردام. طيب بالنسبه لظهرك فهمناها. وشك يعني، هل ده الستايل اللي اتولدت بيه؟ وهو في حد بيتولد بالسحنه دي؟ انا زي ما قلت لك كبرت لقيت نفسي في ملجأ من ملاجئ الفقراء. كنا 95 عيل على مربية واحدة. كنا بنغسل هدومنا مرة واحدة في الأسبوع. المربية كانت تلم فانيلاتنا على شراباتنا على كلوتاتنا، واحنا كنا أطفال. اللي مرجع على قاشط حاجات تخليك تجيب لبطنك. أكمل ولا هترجع مني؟ لا كمل بليز. وفي ليلة مطيرة كنت أنا وأصدقائي بنلعب لعبة بطوس. تفتق ذهني لمكان أستخبى فيه. استخبيت فوق النملية، وكان تحت النملية البستلة اللي فيها كلوتاتنا، والبابور كان بيخضر تحتيها مع ريحة البطاس عبقت في المكان. شعرت بدوار وأنا فوق النملية، ما قدرتش أتمالك اتزاني، فوقعت في البستلة مع البطاس مع المية اللي بتغلي. طلعت لقيت وشي عامل زي الكرشة المسلوقة زي ما انت شايف. مأساة. مأساتي زي مأساة أحدب نوتردام. تمام. أرجوك ما تعملش في نفسك كده. تعالى ننسى الذكريات السيئة. خليني أفكرك بلحظة حلوة قوي. اللقاء الأول بين إسمرالدا وكوزميدو. كوزميدو إيه مش فاكره ولا إيه؟ أنا أعرف ميدو بتاع الكورة، لكن كوزميدو ده الاسم مش حاضرني. أبو إسمرالدا اللي كان واقف ضد جوازة إسمرالدا بأحدب نوتردام. ده أكتر شخصية كريهة بكرهها وبحتقرها في الرواية. بص أنا قلبي فتح لك. شوف بص. يا راجل الشهر ده خنزير واقف قصادي.
ده اسمه داء الغوريلا، بيجي بنسبة 1 في 5 مليون. مش هتقدر تغمض عينيك.